مع بداية سنة جديدة رجعنا لكم تاني في سيزون 2 مع أكسا في نادي المعادي. هنقابل النهاردة شباب ونتكلم معاهم عن أحلامهم وتصورهم لحياتهم وقت المعاش وإزاي بيخططوا لده من دلوقتي. فيلا بينا. إيه تصورك للحياة بعد المعاش؟ نفسي افتح حاجه زي مكتبه زي زمان كده. انا شايف نفسي ان انا اعيش في مكان هادي بعيد عن الزحمه خالص. لو قدرت اعمل مشروع صغير مستقر عندي مشروعي يعني، بس ما فيش فلوس بقى يعني. افتح جيم، افتح مطعم. فكر فيها من دلوقتي ولا لا؟ طبعا. إزاي؟ بحاول ان انا ادخر فلوس. إيه اللي موقفك؟ فلوس. حد معاه فلوس يا جماعه؟ هل بتفكر دلوقتي انت تدخر فلوس جاست ان كيس ما لقيتش منتج وانت تنتج الفيلم بنفسك؟ اكيد طبعا. اعمل وثيقه تامين ان انا احاول ان انا اشيل فلوس. ما حسبتهاش لسه. ايه؟ ما ما حسبتهاش بس حلمك موجود. اللي هو ممكن مثلا كجمعيه او كجمعية. او قرض مثلا او تدخر مع عكس. مع بداية السنة كلنا بنفكر في فرص جديدة لأحلامنا اللي لسه ما حققناهاش. استعد لبكرة مع خطط الحماية والادخار من أكسا اللي هتخليك تحوش على مدار 10 سنين أو أكتر عشان تحقق أحلامك وتكون جاهز لوقت معاشك، لأن خطتك خطتنا. أكسا أنت قدها.